كتير بنسمع مصطلح فيزا فيزا فيزا. ايه بقى يعني ايه فيزا دي؟ وايه هي انواع الفيز؟ واصلا كلمة فيزا اللي احنا بنقولها دي صح ولا غلط؟ تعال نفهم الموضوع ده بشكل اكبر، وتعال نعرف مع بعض برضو ايه انواع الفيز زي ما بنقول الموجودة ومميزات كل واحدة. فما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. طيب مبدئيا كده انا عايز اقولك ان مفيش حاجة اسمها كارت فيزا او مفيش حاجة اسمها الفيزا بتاعتك، عشان بس ايه تبقى فاهم. يعني هو فيزا هي شركة بتنظم المعاملات المالية. يعني انت مثلا لما بتيجي تستخدم البطاقة بتاعتك في شركة من الشركات هي اللي بتقول للبنك والله فلان الفلاني استخدم البطاقة في ان هو يعمل المعاملة الفلانية. فهي الشركات اللي هي زي شركة فيزا هي اللي بتنظم المعاملات اللي بتتم بالكارت. فهو مفيش حاجة اسمها الفيزا، لا، هي دي كريدت او ديبت. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ ده اللي هنفهمه كمان شويه. بس في البدايه خليني اوضح لك ان احنا في عندنا الشركات دي، في شركات كتير، في عندك ماستر كارد، في فيزا، في ميزه، في امريكان اكسبريس، في شركات كتير جدا بتعمل الموضوع ده. ودي بتعرفها من الشعار بتاع الشركه اللي موجود. يعني ده مثلا ماستر كارد، عندك هنا ميزه، عندك ده فيزا، وهكذا. طيب عشان تبقى فاهم برضو، الكارت اللي هو بيبقى ميزه ده يعني ما تقدرش تستخدمه بره مصر. يعني في مواقع كتير، وفي حتى انت لو فكرت تسافر مش هتعرف ان انت تستخدمه بره مصر. فالشركتين اللي هم منتشرين في مصر وتقدر تستخدمهم على كل المواقع وتشتري من اي حتة هما فيزا وماستر كارد. طيب تعال نفهم بقى الفرق ما بين كل كارت والتاني. طيب باختصار كده احنا ممكن يعني نقسمهم على 3 فئات. طيب في البداية كده عندنا اول نوع وهو الديبت. الديبت ده اللي هو انت بيبقى عندك حساب في البنك، او رحت البنك كده وفتحت حساب وقال لك ايه هنبعت لك الفيزا بتاعتك كمان اسبوع. اهو الكارت اللي بيبعته لك ده بيبقى عشان تقدر تسحب فلوس او ان انت تتعامل على الحساب بتاعك بشكل مباشر. يعني انت مثلا الحساب بتاعك فيه 1000 جنيه، فانت الكارت اللي معاك ده انت تقدر تسحب ال1000 جنيه، او تقدر تعمل ايداع في حسابك، او تقدر تشتري في حدود فلوسك. ده بالنسبة للديبت. طيب بالنسبة للكريدت بقى، او اللي بنسميه كارت مشتريات، وده قصة كبيرة هبقى اخصص له فيديو لوحده. الكريدت ببساطة هو ما بيبقاش فلوسك، البنك بيحط لك ليميت او بيديك مساحة تتحرك فيها. طيب المساحة دي بتتحدد بناء على ايه؟ بتتحدد على اساس شهادة او وديعة انت عاملها في البنك، او حاجة بتملكها، او الوظيفة بتاعتك. انت حبيت ان انت تطلع كارت مشتريات عشان تستفيد بالمزايا بتاعته، واللي هنبقى نعمل لها فيديو منفصل. حابب ان انت تطلع الكارت ده، فرحت البنك قلت لهم انا عايز كارت مشتريات. هيقولوا لك طيب هات لنا مفردات مرتب وقصة كده كبيرة عشان يطلع لك الكريدت او اللي هو كارت المشتريات بضمان مرتبك. وبنسبة 90% انت بتاخد 3 مرات مرتبك. يعني لو انت بتقبض 5000 جنيه فهو البنك بيحط لك ليميت تتحرك فيه 15000 جنيه. طيب ده بالنسبة لو انت هتعمله بضمان المرتب. طب لو هتعمله بضمان بقى عربيتك، او بيت بتملكه، او عندك شهادة او وديعة ايا كان، بتروح وبتعمل رهن او عياد داخلية وبيديك نسبة من الحاجة اللي انت بتملكها دي. يعني انت مثلا عندك شهادة ب100,000، فانت بتروح وتقول للبنك طلعوا لي بضمان الشهادة دي كريدت او كارت مشتريات. اللي بيحصل ان البنك بيحط لك نسبة، والنسبة دي بتفرق من بنك للتاني. يعني في بنوك بتديك 90% من الشهادة بتاعتك، وده يعتبر رقم كبير. في بنوك تانية بتدي 75، في بنوك بتدي 80. ايا كانت النسبة فهو بيديك نسبة من الفلوس اللي هي موجودة عندهم، الفلوس اللي هي بتاعتك، الشهادة بتاعتك. طب هو ليه بيديك نسبة ما بيدكش ليميت بحجم الشهادة كله؟ لان انت ممكن تتأخر في السداد ويتحط عليك فوائد، فكده كده البنك عايز يضمن حقه، فبيديك نسبة أقل من قيمة الشهادة بتاعتك. يعني لو أنت مثلا الشهادة بتاعتك ب100,000 وهو اداك 75%، فالليمت بتاعك بيبقى 75,000. ده ليه؟ عشان لو افترضنا أن أنت استهلكت ال75,000 وتحط عليك فوائد وغرامات، البنك يعرف ياخد منك فلوسه بفوائده بغراماته. طيب ده كان بالنسبة لكارت المشتريات. وكارت المشتريات أنت بتقدر تتعامل بيه وتسدد في خلال 55 يوم. بس هنا في تركاية كده صغيرة، وهي أن ال55 يوم بيبدأوا من أول الشهر. يعني انت لو جيت يوم 29 في الشهر واشتريت بالكارت بتاعك، فانت مش قدامك 55 يوم، انت هيبقى قدامك يوم و25 يوم من الشهر الجديد. يعني انت لو حسبتها هتلاقي ان هو المعاملة اللي اتعملت يوم 29 هي اكنها اتعملت يوم 1. فيستحسن انت تخلي مشترياتك الكبيرة او المشتريات اللي انت يعني عارف ان انت مش هتقدر تسددها على طول في اول الشهر، بحيث تدي لنفسك يعني فترة سماح اطول.
وهبقى اعمل لكم فيديو ازاي نستخدم الكريدت بشكل سليم يخليك تضحك على البنك. يعني طبعا هو محدش بيضحك على البنك، بس ازاي يعني من الاخر كده تستغل الكارت بحيث ان انت تبقى طالع باكبر مكسب منه. طيب من مميزات الكريدت السريعه كده ان هو بيخليك تتحرك في فلوس مش بتاعتك، فانت تقدر تشتري حاجات انت معكش تمنها، ودي كارثه سودا، بس يعني انت ممكن تستغلها بشكل تاني. دي ميزه. الميزه التانية ان انت بتقدر تقسط في يعني محلات كتير ومواقع كتير بتبقى متعاقدة مع البنوك، فانت بتشوف البنك المتعاقد مع اكبر عدد من المحلات وتروح تطلع عنده كارت مشتريات. ده الصح يعني. ففي يعني محلات بتسمح لك ان انت تقسط بدون فوائد وتقسط لمدد كبيرة، فدي برضو فايدة مهمة للكريدت. وفايدة كمان ان هي بتحل لك ازمة في اي وقت. يعني انت ما بتبقاش شاغل هم ان انت تتحط في مشكلة او تتحط في موقف وما يكونش معاك تسد فيه. بس خلي بالك ان الكريدت او كارت المشتريات مش معمول انك تسحب منه نقدي. يعني انت لو سحبت منه نقدي بيتحط عليك فوائد من اول يوم. دي قصة تانية برضه هنبقى نتكلم فيها بعدين. طيب يبقى احنا اول حاجة اتكلمنا عن الديبت وهو الكارت اللي انت بتتعامل بيه على حسابك. تاني حاجة كان كارت المشتريات او الكريدت اللي هي الفلوس اللي البنك بيديك مساحة تتحرك فيها. البنك بيديك ليميت تتحرك فيه، بتصرف من فلوس البنك وبعد كده بترجعها له تاني. طيب تالت نوع من الكروت وهو البريبيد او الكارت مسبق الدفع. ايه كارت مسبق الدفع ده؟ ده انت بتروح اي بنك بتطلعه بحوالي 20 جنيه. ده انت بتروح البنك ومعاك بطاقتك و20 جنيه في ايدك وبتطلع بطاقة الدفع. بتقول له انا عايز بطاقة دفع وتديله البطاقة و20 جنيه يصورها ومش عارف ايه والكلام من ده، وبتاخدها في ساعتها. بس عايز اقول لك ان هي بتتفعل بعديها بكام يوم. يعني انت بتحطها في الاي تي ام وتظبط الباسورد بتاعك والدنيا بتاعتك وخلاص، وبتتفعل بعديها بكام يوم. طب ايه فكرة بقى بطاقة الدفع دي؟ بطاقة الدفع دي لو انت مثلا عايز تشتري حاجة اونلاين ومعكش حساب في البنك، تقدر ان انت تطلع بطاقة الدفع وتعمل فيها ايداع بالمبلغ اللي انت عايز تدفعه وتشتري بيها. برضو تقدر تستخدمها في مواقع انت لسه ما جربتهاش او يعني انت قلقان من الموقع ده، فتقدر ان انت مثلا الحاجة اللي هتشتريها ب100 جنيه تحط 100 جنيه في الكارت بتاعك وتجربها على الموقع ده. وتقدر تستفيد بيها برضو لو انت عندك شركة او عندك موظفين ان انت تحول لهم الفلوس بتاعتهم عليها. وبطاقة الدفع دي بنسبة 90% هي هتكون ميزة. فلو انت عايزها فيزا او ماستر كارد، لو هتستخدمها على موقع من المواقع الاجنبية، فاتأكد ان انت بتقول للموظف اللي انت بتاخد منه الكارت ان انت عايزه فيزا او ماستر كارد، مش عايزه ميزة. صحيح ممكن تدفع فلوس اكتر شوية، ولكن عشان تعرف تستخدمها. الميزة انت تستخدمها جوه مصر بس. ده كان باختصار الثلاث انواع من الكروت، وهو في انواع تانية بس دي اشهر 3 انواع، ودي يعني ايه الكروت اللي موجوده في ايدينا كلها. فما تنساش لو الفيديو فادك باي حاجه انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وحط لي كومنت كده صبح ولا مسي. وعايز اقول لك موضوع الجرس ده مهم لان هنزل ان شاء الله فيديو عن الكريدت. يعني عايز اقول لكم الاتنين دول كريدت. هنزل فيديو عن الكريدت ازاي تستغلهم يعني احسن استغلال. يعني عايز اقول لكم انا عامل 2 كريدت وبشقط الاتنين لبعض، فقصه كده هبقى اقولها لكم في الفيديو اللي جاي. وسلام.